هو انت ومن قال لك هنا؟ ماما وبابا تركوني هنا وقالوا هيروحوا ويرجعوا بسرعة. لا هي راحوا ويرجعوا مدري لا وين راحوا وانا بردانة. في ناس حاولت تتدخل عشان تصلح الموقف. وفي ناس للأسف شافت وسمعت ولكن انسحبت. في اللي كان يريد يساعد ولكن قرر ينسحب بهدوء. يا عمو لو سمحت سير الجاكيت انا بردانة. وين ابوك؟ راحوا وطرحوني هنا قالوا عمد ما يصيروا ويرجعوا يا عمو. انا بردانة. فعلا الرحمة أفعال مش أقوال. خلوني وراحوا. وما انتظرناش كثير. بردانة. 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 وين أهلك وين أبوك وين أمك؟ أبوي بابا. خلاص جي عند المكتب. لا. تعال عند المكتب حقنا. جي عندي. لا. وين صاروا؟ أنا بردانة. بردانة. بابا راحوا لا يشتروا. وأنا خلوني هنا قالوا لي بس هنا. أما قالوا لي ساكن في المغرب. بابا وماما. وين راحوا؟ شكرا يا عمو شكرا. هذه بكتيريا. رغم انه كبير بس عادي. تمام. مش دفع. الكل تعاطف وكان رد الفعل الرحمة. راحوا صاروا لا محل وقالوا لي أنا عمد ما يصيروا نرجع. عقلك شو هذا العيد؟ ماشي. هكذا مدري يمكن ما بنحسب. ايش رقم تليفونها؟ ماشي قالوا هذا تليفون ماما. لو يا عمي لو سمحت للجاكيت ولا أي حاجة تدفيني. سمجوا ماما وبابا. ها؟ وين المطر؟ حطوني هنا وراحوا وقالوا لي اللي فينا ولا تروحي لأي مكان. أنا ما أرجع. قالت تنتظري هنا؟ خلاص لا تخافي كم عندي مساحة. بس أنا بردانة. كم قد لهم من دارو؟ كم قد لهم؟ هكذا من ساعة ولا 4 ساعة. وين قال عايزينه؟ لا محل لازم ندري من أين. أنت اللي عملت لهم عن الشيء حاجة من هنا من هنا ندري من وين. هم قالوا تنتظري هنا؟ اللي فيها هنا ولو تصيري بعيد ولا. أيوة هم كلامهم صح لو تصيري أي مكان حبي. أيوة بس قالوا لي اللي فيها هنا. أيوة اللي فيها أنت. أيوة أبو. بس أنا بردانة. بردانة ما غير. وما استحملش يصبر أكثر. حبي لها رغم الظروف القاسية رغم المحن. حبي لها أمي سقتني إياه في وسط اللبن. حبي لها رغم الظروف القاسية رغم المحن. حبي لها أمي سقتني إياه في وسط اللبن. إن عشت فيها لأجلها
هكذا عندي قبل ما تتأخر وأنا بردانة. فعلا هذه أخلاقنا. هذه هنا. يا هلا كيف انت يا هنا؟ تبي الحين يقول لك كل قصة خير من هي؟ تعالي يا هنا، هذا هو مقلب. كيف انت اول شيء؟ هذه تبعي. هذا انت طابق اعلام يعني، المهم تعرفين المقال وتعرفين. لا بس أصلاً أنا خفت عليها، كنت أتصل بالحين مكتب السون عشان يجي ياخذوها. لا وشفتيني وانتي ضابحة وخلاص. لا كنت بدأ ساعدنا على فكرة. هذه اسمها نداء مسلمة معنا. احنا بنمثل، احنا يعني ممثلة مبدعة صح؟ ايش الجائزة طيب؟ احنا بنمثل الصدمة، تعرفين من الصدمة؟ الصدمة نخلي منيها، بس انتي يا هنا لما شفتي الموقف هذا كنتي قاعدة تشوفيها وتطنشي، ليش دخلتي في الموقف؟ يعني البنت شكلها ضايعة، يعني كيف هنا بيخلوها بالشارع، فحاول تسألها يعني أهلك راجمين ليش صايحين ولا شيء بس. فعلا، وهذا أصلا من عادات اليمنيين صح والشهامة؟ طبيعي، أنا خفت عليها يعني كنت أساسا باخذها لأيقظ الشرطة، لأنه معقول لا نستعان بس البنت وسط الشارع. فعلا، على العموم الأبداع موجودة أهم حاجة. نورتينا هنا. نورتينا في البرنامج الله يخليك. هي الموقف استغربنا كيف لحالها، يعني ما ينفعش انها ابوها وامها وش معقول انه يجيبوها هنا بالوقت هذا، وانا حتى ما رضيت شهروه، انتهى قلت يعني لازم ما في محل. غير ما تمشي تراها كنت قلتها تحايل بكل شيء. فعلا لازم شفت البنت شعر خايفه، شعر مفتوحه، يعني اي انسان يعني برغم عندي اخت فيها والبنت يعني بريئه جدا، ما تقدرش شيء بعد. فعلا لازم اليمنيين يوقفوا مع المسلمين. اكيد اكيد طبعا. الله بعدين هي ممثله كثير عليك. تعرف تمثل اكيد، عارف تختار. يعني مسكينه انا ما تاثرت، انا في نفسي، انا في حته نفسي انا بعطل ما في عمل عاد الله، قلت يا رب عسى الله يتفرج علي، ترى احنا الاسهل فعلا.